طعمه. ايه القمر ده يا جماعه؟ ما تنسوش بقى تشتركوا لنا في القناه وتفعلوا الجرس يا جماعه عشان نعمل لكم وصفات جديده كل يوم، وصفات جديده من يوميات عبد الحميد وجهاد ونصون. حبايب قلبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي لكم بحلقه جديده، بس ما تنسوش بقى تشتركوا لنا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. حبيت اعمل لكم كفته الرز بطريقه جديده، يعني ممكن نعملها بالبانيه بدل اللحمه. اهو يا جماعه، لو انت عندك قطعه بانيه او مثلا كل حاجه، طبعا هقول مقدارها دلوقتي، تقدري تعملي كفته رز في البيت. وفي الكبه كمان، الكبه بتاعتك العاديه، بدل ما تفرميها بره، طبعا انضف واجمل بكتير. وانا هقول لكم المكونات بتاعتنا. حبايب قلبي بقى، المكونات احلى كفته، عايزه اقولك مش هتفرقيها عن الكفته اللي بره اللي فيها لحمه جملي. والله فعلا ما فيهاش اي فرق خالص. كل الناس اللي كلتها من ايدي قالت لي يعني مستحيل دي تكون دي ببانيه، يعني دي اكيد لحمه، ده مش بانيه ده لحمه. طيب، هو المكونات بتاعتها نفس مكونات الكفته العاديه، اللي هو خضره مشكله، فلفل الوان، فلفل اخضر، بصل، توم. البانيه اهوت احنا متبلينه، غسلينه طبعا غسله نظيفه ومتبلينه تتبيله حلوه. الرز بقى يا جماعه على قد ما تقدري انقعي الرز بتاعك. بصوا الرز بايش ازاي يا جماعه، يعني ما شاء الله. اما نيجي نضربه في الكبه مش هياخد خالص خالص اي فرم، هيطلع معاكي ناعم. تمام يا جماعه. كمان هنا البهارات المشكله بتاعتك اهي، ملح وكمون وكزبره وكركم وشطه وفلفل اسود. يعني بهارات، حتى لو مش موجود عندك نوع من انواع البهارات دي، على فكرة ممكن تحطي انواع البهارات اللي متاحة عندك. يعني انا دايما بحبش اوقف اصلا الدنيا على حاجة معينة، ما دام الطبخة تنفع عادي مفيش اي مشكلة خالص. دي مكوناتنا يا جماعة اهو. انا هعمل النهاردة نص كيلو بانيه، حطاله حوالي ربع كيلو رز او يزيد حبة صغيرين، وحاطة بهارات برضو اهي مشكلة، وكمان حاطه خضره، وحاطه فلفل، وحاطه توم. كمان يا جماعه بقى المكون الاخير اللي احنا بنحطه هو 5 معالق كبار دقيق. 5 معالق كبار دقيق. يعني بعد ما بنعمل الخلطه وبنفرم كل الحاجات دي مع بعضها في الكبه، بتبقى عاوزه يعني اداه ربط او حاجه زي كده، فانا بحط 5 معالق دقيق. في حاجة كمان بنحطها بقى، هي معلقة صغيرة من البيكنج باودر. البيكنج باودر ده يا جماعة عايزة اقول لكم بيخلي الكفتة نافشة ويخليها حلوة كده بجد، جميلة جميلة جميلة. هنوريكم بقى الطريقة مع بعض اهوت. بس ما تنسوش بقى يا جماعة تشتركوا لنا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. على ضمانتي بقى جربوا طريقة الكفتة دي، هتعجبكم جدا جدا جدا. يعني انا من النهاردة مش هفرم بره تاني، ولا هعمل كفتة رز تاني بره. انضف بكتير وحاجة مضمونة في البيت، اقدر اعملها بكل سهولة على الكبة بتاعتي. تمام. يلا نشوف بقى الطريقة مع بعض. حبايب قلبي بقى اهو حبايب قلبي بقى وحطينا الخضار والبصل والفلفل في الكبة، كل حاجة موجودة اهي يا جماعة زي ما انتم شايفين اهوت. هنفرم بقى الكلام ده كله مع بعضه، ده البصل والثوم والخضار والفلفل الالوان والفلفل الاخضر، كل ده محطوط مع بعضه هيتفرم فرمه واحده. اهو نفرمه يا جماعه ونرجع لكم تاني. بصوا حبايب قلبي بقى اتفرم فرم ناعم اهو، الخضار والبصل والفلفل الالوان والثوم اهو يا جماعه. بصوا، هنرجع بقى نشيل ده في طبق، وبعدين نفرم البانيه، او نفرم البانيه معاه برضو ياخد التتبيله، يبقى جميل قوي دلوقتي اهو. حبايب قلبي بقى حطيت البانيه اهو متبل، وحطيت البيكنج باودر عليه معلقه صغيره مع الخضار اللي اتفرم كويس جدا جدا. هنفرم بقى البانيه كويس مع الخضار المشكل دوت. وطبعا اهم حاجه احنا هننزل بالبهارات بتاعتنا المشكله اهو يا جماعه، عشان تاخد التتبيله بقى للبانيه ويبقى كله تحفه. بصوا يا جماعه الجمال، انا مش عايزه اقول لكم بقى تحفه، وريحتها تحفه جدا جدا، ما تتفرقش يعني، انتي مش تفرقيها خالص
عن كفتة الرز اللي هي باللحمة الجملي. اهو يا جماعة بصوا البانيه بقى اتفرم مع الخلطة اللي احنا حطيناها كويس قوي قوي قوي. عايزة اقول لكم ما شاء الله ريحة الخلطة تحفة يعني بجد بجد. شم ريحة الكفتة كأني هي من عند الجزار. هنفضي بقى كل الخليط ده في كبة او في علبة ونرجع نفرم الرز مع بعض. حبايب قلبي فضيت الخلطة بقى، حطيت الرز اهو مكان الخلطة. الرز يا جماعة منقوع كويس جدا اهو، يعني انا نقعاه حوالي ساعتين مثلا. وساعات برضو لما ببقى مستعجلة بنقعه. اول حاجة بعملها ان انا بنقع الرز، وبعد كده بعمل بقى بقية المقادير وبظبط الخضار واغسله واجهز التتبيلة بتاع البانيه يكون هو برضو اتنقع كويس. هنفرمه بقى في الكبة عشان الناس اللي بتقولك لا مش هيتفرم مش عارف ايه، لا انا بفرمه في الكبة ويا جماعة تحفة جدا. حبايب قلبي بقى اهو الرز يا جماعة اتفرم خالص، عايزة اقول لكم مش باين اصلا. بصوا يا جماعة هنحطه بقى على الخلطة ونحط عليه الدقيق اللي هما ال5 معالق اللي احنا قلنا عليها، ونقلب بقى الخليط كله مع بعضه ونرجع لكم نوريكم شكل الكفتة. حبايب قلبي الكفتة اتعملت احلى كفتة رز تحفة. بصوا يا جماعة ناعمة ازاي، بصوا يعني ما شاء الله لسه كده معمولة اهي. انا بحطها في الفريزر شوية. عايزة اقول لكم بقى ممكن برضو على فكرة اعملها دلوقتي هوريها لكم برضو ان انا ممكن اقليها في ساعتها ما بتفكش خالص ولا فيها اي مشكلة نهائيا. بصوا يا جماعة الجمال، مش عايزة اقول لكم ريحتها عاملة ازاي، اقسم بالله تحفة. الاحمر يا جماعة اللي فيها دوت فلفل احمر، انا حاطة فلفل احمر الوان وفلفل اخضر. بصوا يا جماعة الجمال، الف هنا وشفا للي ياكل. ما تنسوش بقى يا جماعة تشتركونا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. هوريها لكم بقى وهي مقلية برضو. يا حبايب قلبي ما استنيتش الكفتة اهو تتحط في الفريزر. عايزة اقول لكم قليت منها في نفس الوقت وانا لسه مخلصة اهو. حطيت الكفتة تتقلي. بصوا يا جماعة يعني هي لسه ولا مسكت اهي ولا اي حاجة، لسه ما اتحمرتش. وبصوا ماسكة نفسها ازاي يا جماعة، بصوا الجمال اهو نفس العلبة اهو، لسه ما دخلتهاش الفريزر ولا اي حاجة. عايزة اقول لكم حبيت اقول لكم ان انتوا تقدروا تعملوا منها في نفس الوقت ولا بتفك ولا اي حاجة. طريقتها ناجحة 1000000%. ان شاء الله شهر رمضان داخل، كل سنة وانتم طيبين. طبعا بنحب نعمل كفتة الرز وبنعمل حاجات كتير نفرزها، تقدري تعملي كمية يعني ما شاء الله اللهم بارك. النص كيلو بانيه عملت منه اللهم بارك اللهم بارك 1.5 كيلو، يعني اداني 1.5 كيلو بانيه، 1.5 كيلو كفتة. بصوا يا جماعة عمل لي كمية قد ايه اهو، اللهم بارك. ممكن بقى تحمريها، ممكن تخليها كده زي ما انت عاوزة. انا لسه اهو بتتحمر في الزيت معانا كويس. بصوا يا جماعة ما فكتش ولا الهوا. بصوا حاجة تحفة وريحتها تحفة وجميلة وقمر بجد، تحفة تحفة تحفة. اه يا حبايب قلبي بقى انا فرزت الكفتة اهوت ما شاء الله تحفة. عايزة اقول لكم ريحتها قلب الدنيا بجد اهو. فرزتها لو هتستخدميها بتطلعي الكيس اهوت انا بعمله اهو. بصوا يا جماعة وبقلبه كده اهو، بتنينه نصين كده اهوت، وتحطيها بقى في الديب فريزر بتاعك وقت ما تحبي تستخدميها هتلاقيها صابحة معاكي وحاجة تحفة. طلعيها بس تفك قبلها كده بشوية. عايزة اقولك كأنك لسه عاملاها بجد، جميلة 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 وبألف هنا وشفا لكل اللي يجربها. هستنى رأيكم يا جماعة في التعليقات، كل الناس اللي جربتها تقولي ايه رأيها. بصوا الجمال يا جماعة، بصوا جمال الكفتة عاملة ازاي، والله العظيم حاجة في منتهى العظمة. اللهم بارك، شكلها تحفة 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 وريحتها قلب الدنيا، ريحتها جميلة. الاغرب بقى انك لما تاكلي الطعم ما تقوليش ابدا ان الكفتة دي معمولة ببانيه، معمولة بلحمة جملي او بلحمة. بصوا يا جماعة بصوا الطعامة. ايه القمر ده يا جماعة. ما تنسوش بقى تشتركوا لنا في القناة وتفعلوا الجرس يا جماعة
عشان نعمل لكم وصفات جديدة كل يوم، وصفات جديدة من يوميات عبد الحميد وجهاد ونصون. اهو يا جماعه لسه ما شلتهاش في الفريزر اهو. الناس اللي بتقولك لا لازم تستنى في الفريزر، عايزه اقول لكم انا عملت منها مباشره، ما فكتش حتى معايا ولا اي حاجه، بجد قمر. بصوا يا جماعه الجمال، كفته بقى بعد ما اتقلت حاجه كده تحفه بجد، جميله جدا جدا جدا. ما تنسوش بقى تشتركوا لنا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد، ومع السلامه.